السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهاردة هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني، حاجة كده عظمة عظمة عظمة. عملنا مع بعض قبل كده الحواوشي في العيش البلدي وسويناه على الطاسة. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الحواوشي الاسكندراني بتكاته وأسراره. يلا نسمي الله وندخل مطبخنا. عندي هنا بصل متقطع، وكمان الفلفل متقطع، وعندي اللحمة المفرومة وتكون بيضة شوية، وعندي كمان منساش الدوش لأن احنا متفقين ان الحواوشي لازم تكون اللحمة بتاعته سمينة شوية. البهارات بتاعتي عندي بهارات لحمة والسبع بهارات، وعندي بهارات حواوشي وكزبرة وفلفل اسود وملح وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر. بس كده. هنحط بقى عندنا البصل على الفلفل زي ما انتوا شايفين، المكونات كلها هنحطها على بعض. وبعدين هحط اللحمة زي ما قلت لكم، اللحمة بتكون ملبسة شوية. وعندي هحط البهارات كلها، اي بهارات يا حبيبتي عايزة تزوديها دي بتبقى على حسب حريتك انتي. بس هقلب كل ده. انا لقيت الطبق شوية صغير، حطيت في طبق واسع وبايدي يلا، وهقلب كل المكونات دي مع بعض. اهم حاجة في خلطة الحواوشي ان انتي بتقلبي المكونات كويس جدا مع بعض لحد ما تمتزج كلها مع بعض. ولو عايزة تزودي اي بهارات تانية زي ما قلتلك بيبقى براحتك خالص. بصوا انا دخلت كله بقى في بعضه بالشكل الجميل ده، وكانت ريحتها بصراحة في منتهى الجمال. غطيتها وركنتها في التلاجة بقى لحد ما اخلص العجينة بتاعتي. العجينة بتاعتي كيلو دقيق، ومعلقة كبيرة ونص خميرة، ومعلقة كبيرة برضو ونص سكر ورشة ملح وعلبة زبادي وربع كوباية زيت. بس كده. أول حاجة حطيت رشة الملح على الدقيق، وبعدين جبت بقى الخميرة على السكر، وحطيت مية دافية عشان أشوف الخميرة بتاعتي هتتفاعل ولا إيه. لازم أتأكد إن الخميرة بتاعتي شغالة وكويسة جدا قبل ما أحطها على الدقيق بتاعي. هركنها بقى على جنب شوية وأسيبها. ولازم المية تكون دافية، لا سخنة ولا ساقعة. لو سخنة قوي هتموت الخميرة طبعا. هروح بقى للدقيق، هحط عليه معلقة كوباية الزبادي. تمام. وهحط عليها كمان الربع كوباية من الزيت اهي. وهدي كل الكلام ده تقليبة كويسة زي ما انتوا شايفين كده. اهم حاجة في العجين ان انتي بتعجني بايدك او في العجان، بس انا بصراحة بحب العجين بالايد، بحب احس بملمس العجينة كده في ايدي. ارجع بقى للخميرة. شفت الخميرة ازاي فارت كده كده كده. اتأكدت انها شغالة وكويسة جدا. يلا نبدأ بقى نعجن ونسمي الله كده ونصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام. والمية ما بتحطيهاش كلها مرة واحدة، المية على حسب ما بتحتاج، لأن كل دقيق بيبقى ليه معيار من المية. أنا هنا بقيت أحط المية، وخدي بالك لازم نعجن بمية دافية. بقيت أحط المية كل شوية كده وأشوف محتاجة تاني ولا لأ، حبة بحبة كده، وبعجن وبشوف. بصوا. محتاجة بقى ايه، انزل كل الكلام الجميل ده على الرخامة، وافضل بقى اعجن عشان العجينة يبقى لها عرق كده وايه، وتبقى معايا زي الفل. بس انزل كل الكلام ده على الرخامة عشان اعجن براحتي كده واتملك من العجينة كويس قوي. بس زودت مية كمان، وابدأ بقى اقلب كويس جدا. زي ما قلت لكم العجينة دي محتاجة يكون ليها عرق كده وتتعجن كويس جدا. اقل حاجة هتعجنيها مثلا من 7 ل10 دقايق، وانت بتعجني كويس كده على الرخامة لحد ما نلاقي ايدك نطفت من العجينة خالص، وكمان الرخامة اللي فيها الدقيق دي كمان نطفت وبقت زي الفل. والعجينة كمان هتلاقيها ملمسها طري ومش ناشفة معاكي ولا طرية. كل طبعا ما بلاقيها محتاجة مية كنت بديها، بس خدي بالك مية شوية بشوية. بس العجينة بدأت تلم اهي، وتنضف كمان الرخامة. والرخامة بتاعتي لازم تكون نضيفة وزي الفل.
بس بص نضفت ايدي كمان ازاي، بتلاقي العجينة بتلم وبتبقى خلاص فاضل لها ثواني هتبقى في منتهى الجمال. تاخد بس الدعكتين كده والعجنتين بتوعها، عشان زي ما قلتلكوا لازم العجينة يبقى لها عرق كده عشان ما ترجعش تلم تاني اول ما اجي افردها. بس شوفوا ملمس العجينة زي الفل كده، تمام التمام. هحط بقى شوية زيت في قعر الطبق كده وشوية زيت كمان على العجينة من فوق، واسيبها ترتاح شوية. وخدي بالك ان احنا حاطين كمان خميرة، فلازم اسيبها كمان تخمر. انا هنا شغلت الفرن يدوب 5 دقايق وطفيته تاني، وحطيت الخميرة خمرت وبقت زي الفل. هنا انا هقطع الخميرة بتاعتي بقى، وعشان اقطعها كور متساوية انا استخدمت كوباية المية. بصوا بقيت احط كوباية المية كده واكور، تطلع لي الكورة مظبوطة. شايفين انا هنا عملت 12 كورة، لا مش 12 كورة، احنا عملنا ساعتها عملنا ساعتها 22 كورة، لان احنا عملنا 11 رغيف من الحواوشي، وكل كورة من دول هتعمل، كل كورتين بيعملوا لي رغيف، فعشان كده احنا عملنا 22 كورة. بس بصوا الطريقة بتاعت الكوباية دي هتسهل عليكم جدا، وهتلاقوا في ثواني عملت ال22 كورة كلهم قد بعض تقريبا ومتساويين. بس كده بصوا ما شاء الله كنت خلصت في ثواني. هسيبها برضو كده واغطيها شوية عقبال بقى ما اجيب النشابة بتاعتي وابدأ ان انا اشتغل. اهو دي اول واحدة كده هعملها، وخدي بالك لازم وانت بتشتغلي ما ترققهوش قوي، يا دوب بنفردها كده تبقى مدورة وجميلة. ممكن تحطي زيت او ممكن تحطي كمان دقيق تحت العجين. كده زي الفل وتمام التمام. يلا هنشيل دي بقى لحد ما نعمل التانية، وايدي التانية. وطبعا برش زيت كده عشان العجينة ما تلزقش في الرخام. كل رغيف عيش بيبقى فيه القعر بتاعه والوش كمان. انا هنا عملت الوش اللي انا شلتها، وهنا بقى هعمل القعر اللي انا هحط فيه الحشوة بتاعتي. يبقى الحتتين العجينة او الكورتين بيعملوا لي رغيف من العيش الحواوشي الاسكندراني. بس بحط بقى هنا الخلطة بتاعتي الحواوشي بعد ما ارتاحت بقى كده في التلاجة لحد ما خلصت العجينة. زي ما انتوا شايفين كده حطيت الجزء التاني عليها، وهبدأ اسوي اي زيادة عندك يا ست الكل بتشيليها طبعا بالسكينة. بس وابدأ اقفل الرغيف بتاعي كويس جدا زي ما انتوا شايفين كده. بالشكل ده بقفله كويس علشان الحشوة اللي من جوه ما تطلعش، وكمان بيبقى شكل الرغيف كويس. هنا بقى احنا عملنا رغيف تاني، بس هنا حطينا له بقى ايه شوية ميكس جبن كده، موتزاريلا على جبنة رومي على شوية زيتون، وهنقفله برضو زي الرغيف الاولاني بالظبط. والحشوة دي زي ما انت عاوزة بقى، عايزة تزودي جبنة، عايزة تعمليه سادة براحتك. يعني هنا الولاد كانوا بيحبوه بالجبنة، عملنا كمان شوية ايه بالجبنة كده. بقفله بنفس الطريقة اللي انا قلتلك عليها اهي. تقفلي كويس جدا العيش والعجينة عشان يبقى شكل الرغيف عظمة عظمة عظمة. بس انا دهنت صينية بقى شوية زيت كده من تحت وحطيت الرغيف. طيب بعد ما خلصنا بقى عندي هنا كيس نسكافيه او قهوة سريعة الذوبان، وحطيت عليها معلقة لبن بودرة، وحطيت المية وبدأت ان انا ادهن الوش بتاعه. بس وهنا حطيت كمان حبة البركة من على الوش. كده خلاص العيش بتاعي والحواوشي بتاعي الجميل جاهز ان هو يدخل الفرن. دخلناه الفرن على درجة حرارة 180، ونشغل المروحة كمان في الفرن. بس ما بياخدش وقت خالص معانا، هو يدوب
10 دقايق ربع ساعة بالكتير، وبيكون العيش خلاص تمام وجاهز. بصوا بقى الجمال بعد ما طلع، بصراحة كان عظمة عظمة عظمة، وفي نفس الوقت كان طري ولذيذ، وحاجة كده انت ضامناها وعاملاها لولادك في البيت بإيدك وعارفة مكوناتها كويس جدا، ومضامنة نظافتها، مش محطوط فيها بقى لا طبق لا ورق كراتين ولا ورق مش عارفة ايه ولا الكلام اللي بنسمع عنه ده خالص. حاجة كده في منتهى الجمال وفي منتهى النظافة كمان. بصوا شكله حاجة كانت تفتح النفس. يلا نفتح الرغيف بقى ونبص كده على الجبنة جوه كمان كانت عاملة ازاي. بصوا، افتح لكم بقى الحتة دي وهنبص كده على الجبنة من جوه. واو، بصراحة كانت جميلة جدا. بصوا، لو عجبتكم الوصفة